رائدات ورواد السينما المصرية. المخرج محمد كريم من رواد السينما المصرية، ويعتبر من أوائل المخرجين الذين سافروا وتعلموا السينما على أسس علمية سليمة في إيطاليا ثم في ألمانيا لدراسة السينما على يد المخرج الألماني الكبير فريتز لانج، وأصبح مساعدا لهذا المخرج الكبير في العديد من أفلامه، ثم مثل في بعض الأفلام الألمانية وحصل على عضوية نقابة الممثلين هناك. كانت بدايته مع فيلم زينب، والذي يعد من بدايات السينما المصرية الصامتة، الذي أعاد إخراجه ناطقا بعد ذلك، ثم اتجه إلى إخراج أول أفلامه الناطقة بعنوان أولاد الذوات. وكان كريم رائدا أيضا للسينما الغنائية، حيث نجح في إقناع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالتمثيل في السينما، وأخرج له عدة أفلام بداية من فيلم الوردة البيضاء عام 1933، والذي كان مقدرا أن تشاركه فيه البطولة السيدة أم كلثوم، ومرورا بأفلام محمد عبد الوهاب كلها، والتي اختتمت بفيلم ملون بعنوان لست ملاكا في عام 1948. هذا الفيلم الذي فقد ولم يعثر له على أثر حتى الآن. وكما كان رائدا في السينما الصامتة والناطقة والغنائية والملونة، فقد كان رائدا أيضا في القيام بإخراج أول فيلم بالسينماسكوب وبالألوان الطبيعية بعنوان دليلة، بطولة عبد الحليم حافظ وشادية في عام 1959. وقد أخرج محمد كريم 17 فيلما روائيا طويلا، إضافة إلى العديد من الأفلام القصيرة، ثم اعتزل الإخراج بعد ذلك لأنه تقدم بمشروعات كثيرة تعثرت في الإنتاج. ولكن اسمه اقترن بتأسيسه للمعهد العالي للسينما، والذي عين عميدا له بدءا من عام 1959 حتى عام 1964، حيث شهد تخريج أول دفعة من جيل السينمائيين الجدد. كما انتخب وكيلا لنقابة المهن السينمائية، ثم حصل على منحة تفرغ لكتابة تاريخ السينما المصرية، كما حصل على العديد من الأوسمة والتكريمات. وبحق يعتبر محمد كريم صاحب لقب السينمائي الأول بجدارة، لأنه أول سينمائي مصري مثقف ودارس للسينما على أسس علمية. وقد رحل المخرج الكبير في العام 1972. أعماله: أخرج للسينما فيلمين كلاهما يحمل اسم زينب، لكن الفيلم الأول فيلم صامت أنتج عام 1930، والثاني فيلم ناطق أنتج عام 1952. يحيى الحب 1938، دموع الحب 1935، الوردة البيضاء 1933، زينب 1930، رصاصة في القلب 1942، ممنوع الحب 1942، ليلة الفرح 1942، يوم سعيد 1940، الحب لا يموت 1948، لست ملاكا 1946، أصحاب السعادة 1946، دنيا 1946، قلب من ذهب 1959، دليلة 1956، جنون الحب 1954، ناهد 1952. جوائز وتكريمات: نال محمد كريم جوائز تقديرية عديدة من الدولة، ففي عام 1955 نال جائزة الدولة في الإنتاج والإخراج والسيناريو عن فيلم جنون الحب، وهو الفيلم الذي اضطره لبيع أثاث منزله ليقوم بإنتاجه. كما حصل على وسام الدولة في الفنون من الدرجة الأولى عام 1963.
وبعد رحيله نال اسمه جائزة الدولة التشجيعية في الفنون.